السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو جديد من عند الحمام، هيعجبكم جدا جدا إن شاء الله وهتستفادوا منه بإذن الله. خليكم معانا لحد آخر الفيديو علشان تستفادوا وتكسبوا معلومة جديدة إن شاء الله. وأي حد بيربي الحمام مبتدئ يتعلم معانا، وأي حد بيربي حمام وحصل معاه بعض من الأخطاء ديت عند الحمام يتفاداها ان شاء الله، ويعالج الحمام بحاجات بسيطة جدا جدا من البيت. المشكلة معانا النهاردة مشكلة احد المتابعين، هو ابن صديقة ليا، هو صغير السن بس بيحب يربي حمام. اتمنى ان كل الناس تربي حمام طبعا، ودي هواية جميلة، بس هي مش مستقبل طبعا، مش مستقبل لحد ان هو دي حاجة بجانب الوظيفة او حاجة بجانب هواية يعني هواية ممكن تنميها وتبقى يعني تجيب فلوس، بس بجانب شغل تاني. يعني دي ما تبقاش شغل الإنسان ان هو يعتمد عليه او يبيع حمام او كده، لازم يكون عنده شغل تاني وده شيء جانبي. يعني الهواية لو نميتوها وبقت كارير للواحد برضو مستقبل جنب الشغل الأساسي، حاجة كويسة. لكن لو اعتمدتوا عليها ككارير لينا او مستقبل طبعا ما ينفعش. وبالنسبة للأطفال الصغيرين أو الشباب الصغيرين اللي لسه مبتدئين أو البنات اللي لسه مبتدئة في التربية، سواء تربية طيور أو حمام أو أي حاجة، انتبهوا لدراستكم أكتر علشان ده مستقبلكم، ده مستقبلكم يا جماعة. ويا ريت نهتم بمستقبلنا أكتر من تربية الطيور، لأن مستقبلنا ودراستنا أهم جدا من تربية الطيور وإن احنا ننشغل فيها. فطبعا كلامي ده لكل أبنائنا اللي بيربوا حمام أو بيربوا طيور، ما تنشغلوش بالهواية عن مستقبلكم وعن الكارير بتاعكم، لأن ده مستقبلكم اللي إن شاء الله تعتمدوا عليه وتطلعوا منه حاجة كويسة. تطلعوا مهندسة، تطلعي دكتورة، تطلع دكتور، تطلع مهندس، تطلع محاسب. ربنا يكرمكم جميعا ويكرم أهاليكم فيكم إن شاء الله. المشكلة معانا اهي، هو الولد بعتلي، هو في تالتة إعدادي، قال لي يا طنط عندي الحمام البيض بالشكل ده، هل ان هو يخرج؟ عفوا لا طبعا مش هيخرج. يعني دي قشرة البيضة ضعيفة جدا جدا نتيجة نقص كالسيوم عند الحمام، نقص كالسيوم ونقص تحديق أملاح معدنية طبعا، لأن الحمام اللي بيطير غير الحمام اللي محبوس. الحمام اللي بيطير بيلقط وبياكل من الأراضي، بياكل من كل حتة، وبياخد الأملاح المعدنية بتاعته، بياكل جير وبياكل طوب وبياكل رملة وزلط والحاجات دي كلها بياكلها من الأرض، هو محتاجها. دي بالنسبة للحمام زي الفواكه عنده. فاحنا حابسين الحمام، فطبعا عشان حابسينه لازم نقدم له التحديق. ده اول علاج للمشكله بتاعتنا، ان احنا نقدم التحديق. التحديق ده بيبقى عباره عن خلطه من الطوب الاحمر والرمله والجير المطفي او بودره البلاط مع فحم. ممكن تعملوها في البيت، تجيبوا الحاجات دي كلها وتكسروها، طوبة من عندكم مع شوية رملة مع شوية طينة من الأرض الزراعية مع شوية فحم صغيرين، وتكسروهم وتحطوهم للحمام مع شوية جير مطفي أو بودرة بلاط، وتقلبوهم وتحطوهم للحمام. طبعا مش هتلاقوا المشكلة دي عندكم تاني. ممكن تحطوا شوية صدف، هوريكم الصدف دلوقتي معانا. الصدف ده بيبقى موجود عند البيطري. وطبعا معانا مشكلة تانية اللي هي مشكلة البيضة وبيضة، المشكلة البيضة الصغيرة والبيضة الكبيرة. طبعا برضو ده نتيجة نقص الكالسيوم، نتيجة نقص الكالسيوم وفيتامين د والأملاح المعدنية. دوت بيبقى بيضة كبيرة وبيضة صغيرة. بتلاقوا الحمام عندكم أنتج بيضة كبيرة وبيضة صغيرة. طبعا البيضة الصغيرة دي ما تصلحش ان هي يكون فيها جنين، وان كان فيها جنين هيطلع صغير جدا. ده شكل الصدف معانا، ده شكل الصدف اللي انتوا تشتروه من عند البيطري او من عند اللي بيبيع مستلزمات الطيور. قولوا احنا عايزين صدف، ولو في قطع كبيرة تكسروها شوية صغيرين كده لحد ما تتكسر معاكم. صدف اصداف بحرية يعني، بتقدموها للحمام مع التحديق. دوت برضو كله كالسيوم. وكمان الحمام لازم يتعرض للشمس، لازم ان الحمام يتعرض للشمس
في الفترة اللي يكون فيها الشمس. طبعا احنا في الشتاء الاوقات اللي فيها رياح شديدة هنقفل عليه، والاوقات اللي فيها شمس نفتح له من الساعة 10 الصبح كده لحد الساعة 3، وبعد كده نبتدي ان احنا نقفل عليه. ولو في رياح شديدة في اليوم ده ما تفتحوش المكان عفوا، علشان الحمام ما يتصابش بنوبات برد ويتعب ويجيله امراض تنفسية وكده، وممكن يجيله اسهالات بسبب البرد. فاحنا لازم نحافظ على الحمام ونقدم له وصفات طبيعية من البيت وحاجات طبيعية من البيت. طبعا في حاجة تانية اللي هي الديكال به 12. ديكال به 12 ده برضو مهم جدا لصحة الحمام. في فيتامين د وفي فيتامين به 12 وفي كالسيوم. تمام، حلو جدا. تحطوا سنتي في بق الحمامة، سنتي في بق الحمامة لو بتعرفوا تمسكوه. لو بتربوا تربية جماعية مثلا زي ما احنا بنربي كده، مثلا مش في سلاكة او حاجة، مش الحمام مش محبوس يعني، تحطوا 5 سنتي على لتر مية، 5 سنتي او 6 سنتي على لتر مية. مفيش منه اي اضرار يا جماعة، بل بالعكس مهم جدا لصحة الريش. الناس اللي عندها الحمام بيطول في القلش، في سقوط الريش يعني، الحمام اللي بيطول معوق في البيض، الحمام اللي صحته يعني مش تمام او مش بيقدر يقف كويس او عنده عرج، الفيتامين ب 12 او ديكال ب 12 مهم جدا ليه، مهم جدا لصحة الحمام. طبعا ما عندكوش ديكال ب 12، ب 12 ده اللي هو فيتامين ب المركب، تمام، موجود في الخميرة، موجود في الخميرة. حتة خميرة صغيرة تخمروها مع معلقة عسل اسود وتحطوها للحمام، بس تحطوا على قد الشرب بس، لان الخميرة بتلم ميكروبات وفيروسات من الجو. تمام، فاحنا هنحط الخميرة على قد ما يشربوا، بس يشربوا وتروح شايلين المية على طول. تمام، يعني ما تكونش مية كتير تكفيهم طول النهار، مية على قد الشرب بتاع ساعة بس. الوقت اللي انتوا قاعدين فيه يشربوا المية وخلاص، وارموا الباقي، وبعدين حطوا لهم مية نظيفة من الحنفية عادي جدا يعني. طبعا احنا اتكلمنا على مشكلتين النهاردة. اول مشكلة معانا اللي هي مشكلة البيضة البريشت او البيضة اللي قشرتها ضعيفة، والمشكلة التانية اللي هي مشكلة البيضة وبيضة بتكون بيضة صغيرة وبيضة كبيرة. ده نتيجة ان الحمام بيضت كتير والحمامة جسمها ضعف، فاحنا لازم نهتم بالحمام بتاعنا ونقدم له خلطات ووصفات من البيت. وفي حاجة جميلة جدا برضو بنقدمها للحمام، اللي هي السمسم وحبة البركة. السمسم وحبة البركة مهمين جدا لصحة الحمام. حبة البركة بتساعد الانتاج وبتقوي المناعة، هتخلي الحمام يكر بيض بسم الله ما شاء الله. والسمسم بيزود انتاج البيض عند الحمام، السمسم، وبيساعد على علاج النتاية اللي بقالها فترة مش بتبيض. السمسم لانه فيه سيلينيوم وفيه كالسيوم وفي معادن مهمة كتير بتساعد الحمام على الانتاج. فحبة البركة مع السمسم يعني ما شاء الله لو قدمتوها مش هتلحقوا على الانتاج. الكلام دوت للي عندهم حبة بركة او سمسم، اللي ما عندهمش يحطوا التحديق ويحطوا ديكال به 12 ويحطوا الصدف. تمام، ويا ريت يا جماعه يكون الفيديو نال اعجابكم النهارده، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.